ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم لانشون الفراخ بمقادير سهله خالص وطريقه سهله كمان. اول حاجه انا جبت فراخ اهي، حوالي صدرين فرخه، وقطعتهم قطع صغيره وغسلتهم بميه وخل وملح، وبعد كده صفيتهم وبعدين حطيتهم في الفريزر، عشان لازم في الخطوه ديت ان هي تبقى مجمده كده نص تجميده، ما تبقاش طريه معايا. دلوقتي بقى المقادير بتاعه اللانشون. اول حاجه معايا نص كوبايه نشا، معلقتين لبن بودره كبار. اول خطوه هنبدا بيها هنضيف هنا، هنجيب اي حاجه عندي كده، طبق ازاز، اي حاجه متاحه عندي، وهضيف فيها الميه اللي بالتلج، وهضيف فيها التوابل ديت اللي هي البصل والثوم والفلفل، مش عايزه فلفل كتير، هي نص معلقه فلفل صغيره، والملح، وكمان البيكنج باودر هنضيفهم هنا كده وهنقلبهم. الخطوه ديت انا عايزه اقلب البهارات كلها، وعايزه كده تندمج في الميه دي، عشان لما اضيفها على الفراخ تبقى كويسه. هبدا اضيف دلوقتي اللبن، اللبن البودرة بيدي فيتامينات لللانشون، وبيديله ملمس طري وحلو وقيمة غذائية عالية شوية اهو. دلوقتي هضيف بقى الإضافة الأخيرة اللي هي النشا، نص كوباية نشا، نقلبها كده لحد ما تندمج مع الخليط دوت، هتعمل لي شكل عجينة خفيفة كده. وطريقه اللانشون دي طريقه سهله جدا جدا، وبتدي نتيجه حلوه قوي، ما فيهاش مواد حافظه كتير غير هو بس احنا هنحط بس مكعب مرقه دوت، هيدي هنطعم بيه الفراخ عشان يدي طعم حلو. طبعا احنا مش حاطين جيلاتين ولا حاطين بيض ولا حاطين اي حاجه تانية، اي اضافات، هي الحاجات ديت هتدينا نتيجه حلوه ان شاء الله. هركن دلوقتي الحاجات ديت، وبعد كده الفراخ، قطع الفراخ اهي مجمده معايا اهي، فيها تجميده كده، هضيفها هنا في الكبه. بجيب الكبه اهي معايا وهضيف فيها الحاجات دي، هفرمها يعني فيها اهي، هفرمها ناعم اهي، نعمت معايا خالص اهي. الفراخ لازم تبقى ناعمه خالص معاكي، لو ما عندكيش كبه ممكن تعمليها في المفرمه. هضيف مكعب المرقه، هضيف الزيت وهضربها تاني. خلاص كده الفراخ خلاص اتفرمت معايا. هبدا اضيف بقى الخليط ده اللي انا عملته. خلاص انا ضربت كده الخليط كله كويس جدا اهو، لازم كده اتاكد ان هو اتضرب كويس جدا، كل المكونات اندمجت مع بعض بالشكل دوت. الطبق ده من اللي معايا وظبطت شكله كده فيه، ولازم نغطيه بحاجه بلاستيك. لو عندك الاستريتش دوت بتغطيه بيه، ما عندكيش بتغطيه بشنطه او تحطيه في علبه وتغطيه. لازم يتغطى كويس عشان وشه ما ينشفش، عشان احنا هنحطه في التلاجة لمده ساعه عشان يرتاح معانا. وانا هغطيه وهسيبه يرتاح شويه في التلاجة. انا حطيته في التلاجة لمده ساعه كامله، وكنت مغطياه كده، وجبت هنا الرول اللي هو الاستريتش غذائي، هحط عليه اللانشون كده، هفرده بالشكل دوت كده. هي بتبقى عجينه بس سهله التشكيل، يعني ممكن نشكلها بالشكل ده. وهبدا اضيف شويه من الزيتون دوت اللي انا كنت عامله، انا فصصته بالشكل دوت، هاخد منه شويه واحطهم هنا كده وافردهم كده. اللانشون خلاص حطيته اهوت على الاستريتش. هبدا اعمل كده، الف كده اللفه كده بالشكل ده اهو بالراحه، عشان يديني الدايره اللي احنا متعودين عليها على شكل اللانشون اهو. ادوس كده بايديا عشان اظبطه اهو كده، وامسك من هنا واضغط كده والف لفه
واربطها كده بالشكل ده، او لو مش حابه تربطيها خلاص، بس ديت هتخلي لما تيجي تقطعي اللانشون تبقى القطعه متماسكه كده. الناحيه التانية اهي برضو نفس الشكل، واعمل كده بقى شكله بالشكل ده. هبدأ دلوقتي هجيب سيلفر والفه فيه، لازم اقفل عليه بالسيلفر كده عشان وانا بسويه همسكه كده هلفه كويس اهو بالشكل ده، واقفل دي كده، واقفل دي كمان الناحيه التانية كده، وهغلي ميه وهحطه فيها اوريهولكوا دلوقتي. حله واحط فيها ميه، واحط فيها اي طبق عندك، طبق استانلس، طبق صيني، اي حاجه بحطه كده. واول ما الميه تغلي معايا كده بالشكل دوت هبدا اضيف فيها كوز اللانشون، بس لازم ان الميه ما تكونش طايله، لان انا كده هسويه تسويه على البخار، فلازم يبقى هو مرتفع عن الميه شويه عشان انا مش عايزه الميه تيجي عليه بالشكل دوت. وهغطيه واسيبه لمده ساعه يستوي. اول 10 دقايق تبقى نار عاليه، وبعد كده بهدي النار واسيبه بقيه الساعه يستوي على نار هاديه. كده اللانشون خلاص استوى معايا، عدت حوالي ساعه من على التسويه اهو. هطلعه كده واحطه هنا، هفك بقى السيلفر ده من عليه كده، ولازم نسيبه شويه عشان يبرد، وبعد كده احطه في التلاجة حوالي ساعتين او 3 ساعات لحد ما الاقيه برد خالص عشان اقدر اقطعه اهو بالشكل ده. بقى جاهز معايا اهو بالشكل ده برد كمان. انا سبته حوالي 6 ساعات في التلاجة. الاول سبته حوالي ساعه بره التلاجة لحد ما السخونيه راحت منه، وبعدين حطيته جوه التلاجة بالشكل ده، مش في الفريزر، في التلاجة بس عشان يسقع معايا ويجمد كده، عشان لما اجي اقطعه بيبقى متماسك. اول حاجه انا هفك الجزء دوت وهفتح جزء منه واخلي بقيه الاسترتش عليه كده عشان ما ينشفش. هفتح بس الجزء اللي انا هستخدمه دلوقتي او هقطعه اهي. شرايح الزيتون باينه فيه، وهي شريحه كبيره اهي، حجمها كويس اكبر من اللي احنا بنجيبها طبعا. احنا هنقطع على قد ما هنستخدم بس، والباقي بقيه الكوز اللانشون هحتفظ بيه في التلاجة. لازم بعد ما بخلص بحتفظ بيه في التلاجة على طول، عشان طبعا ما يبص معايا. بدخل الستريتش كده اهو كده، واحط واجيب بقى كيس تاني او علبة بلاستيك وهحطه فيها عشان احافظ عليه. وده اهي الشرايح والزيتون اللي انا حطيته فيه. حابه تضيفي فلفل، حابه تضيفي اي حاجه تانية انت حابه تضيفيها ماشي، لكن هو بالزيتون كده. حابه بتعمليه من غير زيتون او من غير اي اضافات ممكن اهو. ده شكل اللانشون. المكونات بتاعته ده حوالي نص كيلو لحمه، لحمه فراخ يعني، وقطعتها قطع صغيره. هتعمل لك كل الكميه دي النهائي للانشون الفراخ. وبالهنا والشفا، واتمنى ان يعجبكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه ديت، وصفه سهله ومش مكلفه. وبالهنا والشفا.